في البداية بعتقد إنه الوصف ده غالبا يكون أطلقوا بعض المثقفين، وإذا بعض الناس سموا إنه الشعر ده مفروض يكون لقطاع محدد من الناس، بفتكر إنه بيكونوا حددوا للشعر فضاء ضيق جدا، لأنه الشعر في النهاية هو موجه للإنسان، يعني هو ما موجه لطبيعة علاقتك بالعمل مثلا، هي موجهة لإحساسك بالعالم اللي حولك. وبالتالي إذا كان شاب صغير درس لحد مرحلة الثانوية العليا بيسمع الشعر عاطف خيري أو الصادق الرضي أو حافظ مثلا، ده هو مثقف بسماعه، يعني ما بالضرورة نصفه مثقف بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. لكن هل تتفق معي في أن تعبير شعر المثقفين في حد ذاته ربما يرتبط في أذهان كثيرين بشعر متعال في ألفاظه وتعبيراته، شعر يتعثر ربما في الوصول إلى الجميع ويجد صدى لدى شريحة محدودة من المجتمع، وهي ما تعرف بشريحة المثقفين؟ أنا بعتقد أنه الشعر متعالي بطبيعته، بمعنى أنه يعلو عن اللغة العادية بتاعت الحياة، يعلو بإحساس الإنسان. بالتالي أفتكر الفهم ده هو مغلوط في أساسه، إنه الشعر، بعض الشعر هو متعالي. أنا أفهم كلامك ده عنده دلالات فيما يخص قصيدة النثر، فيما يخص القصيدة الحديثة اللي هي عملت نوع من الصدمة للقراء العرب اللي تعودوا على نوع محدد من الشعر. لكن لو ركزنا على الموضوع حقيقة هنكتشف انه نحن بنتكلم فعلا عن الشعر في جوهره. لو بنتكلم عن الشعر في جوهره لا بد ان الشعر يكون مرتفع عن الواقع بقدرته على رؤية الواقع، يعني مش هو تهويم كامل عن الحياة، هو اقتراب لصيق بالحياة، وده اللي بيخليه ممكن ياخذ صفة متعالي لكن بالمعنى الإيجابي للكلمة. أستاذ عاطف؟ أنا طبعا في بالي أيضا إنه مسألة مثقفين الآن، وأنتم كلكم تعرفوا وأيضا المستمعين الكرام، إنه هي الآن كلمة قد تبدو في مقام المدح، وأحيانا كثيرة قد تبدو في مقام غير المدح يعني. فما يهمني في المسألة مش هو مين الناس اللي بيسمعوا الشعر وأنا أصنفهم هل هم مثقفين ولا لا، أو علاقتهم إيش بالشعر. ما يهمني هو علاقتي أنا بالحياة اللي عايش فيها، إذا كانت مليئة بالمثقفين أو غيرهم، وعلاقتي أنا بالقصيدة البنتيجة وكيف بتطور داخلها. ده المهم. عشان كده بلقى صعوبة في إنه لما أقعد وأتخيل مسألة الجمهور أو الناس المتلقين لشعري، أجد صعوبة في تصور الفئة المحددة اللي ممكن تتلقى الشعر ده. مؤكد هم الناس اللي عندهم علاقة بالقراءة والكتابة في المقام الأول، لكن المسألة يعني من الصعب التنبؤ بها يعني. الصادق، عندما تكتب هل تفكر في الجمهور؟ هل تفكر في القارئ الذي سوف يتلقى هذه القصيدة وعلى أساسها تقوم بنظم هذه القصيدة، أم أنك فقط تترك السجية لنفسك وتنطلق في فضاءات الشعر؟ أنا نفسي قارئ للشعر، ده بجانب أنه أنا بكتب شعر. وأنا كقارئ للشعر ما بقدر أتخيل الكاتب هو أثناء ما بكتب في القصيدة هو منطلق من ياتو منطقة يعني. فبالتالي لما أكون أنا قاعد أكتب، ما بقول إنه الجمهور هو بيكون غايب تماما، لكن على الأقل أنا بكون موجود في حياتي، لأنه الإنسان هو بطبيعة الحال ابن التناقض. أنا لما أجي أنتج قصيدة أحاول انسجم فيها مع وجودي المتناقض في وحدة فنية جمالية أنا أقوم أطلعها للناس. بالتأكيد المسألة بتاعة النظر للخارج ومحاولة تصور الجمهور بتكون مسألة لاحقة ولاحقة جدا. إذا تحدثنا عن الجانب النظري للشعر، ألم يحن الوقت للاستماع إلى قليل من مقاطع الشعر حتى نطرق الجانب التطبيقي؟ لنبدأ بك عاطف خيري. ترى هل خالع تاجك كمن داخل نفق، كمن آلمه الملك فابتسم صدفة للخادم الذي سيكسر الطبق. عليك محنتي وفتقة الثياب في محنة عيني التي زلقت بقشرة الأرق. عليك ما يرن في حين ألتقيك، اللون يعرج في نسالة خرقتي، بضاعتي وما نهبته من كنزك الطينية كيفما اتفق. جلبته لأتقيك، لأشتري حنان صمتك المعذب، صار كله أمام بعض شمس ناظريك برهة عرق. عليك
عليك. أنتم ربما تنتمون لنفس المدرسة في الشعر، وأيضا تشتركون بأن بعض المطربين المعروفين غنوا لكم. الصادق، هل تخبرنا قليلا عن موسيقى الشعر أكثر مما هو منظوم؟ يعني الموسيقى لا تخفى في الشعر، ولكن تحويل القصائد إلى قصائد مغنى. عندما تستمع إلى تلك القصائد وهي تتحول، كيف تشعر تجاهها؟ الشعر اللي أنا بكتبه ما كان يخطر في ذهني إنه هو ممكن يتحول لأغنية في يوم من الأيام. إنما الفنان الراحل مصطفى سيد أحمد كان عنده مشروع مختلف وعنده تجربة مختلفة، وهو اختار واحدة من أعمالي الشعرية وقدمها، ومع احترامي لتجربته لكن أنا بفتكر إنها اتوجدت في سياق تاني من خلال قراءته الموسيقية للقصيدة، ولم تتحول لأغنية بالصورة اللي أنا بعرف بها الأغنيات وبالذوق بها الأغنيات. ماذا عنك أنت يا عاطف؟ أنا كان أقداري في مسألة الشعر مختلفة، لأنه نشأت في منطقة هي كانت بتمارس الغنى والكتابة قبل الزراعة، وبديت شاعر بكتب باللغة الدارجية، وما تمنيت شيء أكثر من إنه أكون يا مغني يا شاعر غنائي في أبسط الأحوال. لكن لما بديت أتعرف على الشعر خارج المنطقة اللي أنا عايش فيها، اكتشفت إنه في طاقات وفي دروب أنا ممكن أمشيها أبعد، وبالتالي بقت مسألة الغنى تعذرت علي، خاصة بعد ما عرفت إنه مسألة كتابة أغنية هي مسألة من الصعوبة بمكان، وهي تحتاج لاستراتيجية وجدانية مختلفة جدا جدا. لكن أثناء ذلك تعامل عدد من المغنين، خاصة مغنين الطنبور، بالنصوص اللي مبكر اللي أنا كتبتها. أيضا هنالك عدد مقدر من الأصدقاء في معهد الموسيقى والمسرح تغنوا بعدد من القصائد. لقيت